الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، الحضور الكرام، يسعدنا تشريفكم لنا اليوم افتتاح مشروعات تنموية جديدة بصعيد مصر. تم تكليف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اعتبارا من 30/6/2014 بتنفيذ 225 مشروع في كافة مجالات التنمية بمحافظات الصعيد. تم الانتهاء من تنفيذ 148 مشروع منها، جاري تنفيذ 77 مشروع منها، واليوم نفتتح 56 مشروع بمحافظات الصعيد لخدمة مجالي الأمن الغذائي والنقل والمواصلات. ففي مجال الأمن الغذائي تم الانتهاء من إنشاء 105 شونة مطورة لتخزين الغلال في 19 محافظة بطاقة إجمالية 900 ألف طن، منها 46 شونة في محافظات الصعيد فقط. والشونة عبارة عن هنجر معدني بأبعاد مختلفة محاط برصيف خرساني ورمبات لتسهيل دخول وخروج شاحنات الغلال، ويتوفر بها كافة الوسائل المتطورة لتخزين وتداول الغلال طبقا للمواصفات العالمية، حيث تشتمل على منظومات غربلة، تهوية، تجفيف، تعبئة، مراقبة، ومكافحة حريق. بالإضافة إلى إنشاء مركز تحكم ومراقبة رئيسي لمراقبة أسلوب العمل ومستويات التخزين والتداول بالشون على مستوى الجمهورية، وده اتعمل فعلا في الأميرية في القاهرة يا فندم. والمركز الإقليمي للتدريب على تكنولوجيا تخزين الحبوب ببرقاش. واستأذن سيادتكم في افتتاح 3 شونة كنماذج لشون تخزين الغلال على مستوى الجمهورية. شونة طيبة لتخزين الغلال بصمالوط بمحافظة المنيا. استنى كامل. السيد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، رجعتوا يا فندم الكلام اللي هيتقال ده؟ اتفضل يا كامل. كان المفروض ان حضرتك تطلع تقول هنفتتح كذا، تم مراجعته، من الموقف جاهز، وانتم راجعتوا الكلام ده كويس. ده اتفاق احنا اتفقنا عليه قبل كده، مش كده؟ طيب اتفضل يا كامل. شونة الطيبة لتخزين الغلال بصمالوط بمحافظة المنيا